ازيك يا بشوي، عامل ايه؟ بقول لك اتفضل. اهلا بيك. انت ارثوذكس انت صح؟ اه. لو انت طالبه معاك كده تقرا في الكتاب المقدس وفي جزء كده اسمه صلاة منسى، بتجيبها منين؟ لا والله انا ما عارفها دي، يعني عشان ما افتيش ما فيه. هو ده جزء كده مش موجود في اي كتاب، هتلاقيه في البصخة بس. يعني انا اللي ما اعرفوش بقول ما اعرفوش يعني. ايوه، يعني ما في افتيش جزء من فيه. كتابك مش موجود في اي كتاب، انت بتجيبه منين؟ مش موجود. تخيل انت المزمور اهو، بص ده سفر المزامير الترجمه السبعينيه، انت حتى الكتاب ده مش موجود فيه البصخه دي اللي هو المزمور 152. فده مش ده دليل كده ان الكتاب ده محرف يا جزء طب مش يعني محدش حاطه كده؟ طب هو الكتاب يعني ربنا المفروض يكون عادل، ليه يسمح بتحريف الكتاب المقدس وما يسمحش بتحريف القرآن؟ سؤال وجيه والله، سؤال حلو والله، عاش. حاضر هجاوبك. هو الاله عندك تعهد بحفظ الكتاب عشان يحفظه ولا سابه؟ يعني المفروض من غير ما ده لا، الكتاب ده مفيش حاجه يخص اسمها من ربنا غير، يعني. لا لا. هو انت من كتابك غير. حط عقوبه للي يحرف، قال له لو حرفت هتتعذب في نار جهنم. يبقى اذا في تحريف، يبقى في تحريف هيحصل، والا ما كانش حط ليه عقوبه. انما القران هو كتاب اخر رساله، فطبيعي ان الله سبحانه وتعالى يتعهد بحفظه وتعهد بالفعل، لكن كتابك لم يتعهد الالهه عندك بحفظه.